بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله أما بعد. خلينا دلوقتي نخش على الباب الثالث اللي هو التفاضل والمشتقات. خلينا الأول ناخد قواعد الاشتقاق العامة. عندنا شوية قواعد أساسية لازم تحفظها زي اسمك. أول حاجة، أي رقم ثابت مشتقة أي رقم ثابت يعني y بتساوي 5 مشتقته الأولى هتساوي 0. أي رقم مشتقته بزيرو. قاعدة الأسس y بتساوي أس n بتساوي y هتديني y هتساوي n في أس n ناقص واحد. يعني هننزل الأس على الأرض وهتنقص من الأس اللي فوق واحد. طيب مثال عشان نفهم، يقول لك y بتساوي x أس 3. المشتقة الأولى بتاعتها هتديني بالظبط، هننزل الأس وهننقص من الأس اللي فوق واحد اللي هو 3 ناقص واحد هتبقى 3 اكس تربيع. طيب اللي بعدها تفاضل الاكس، واي بتساوي اكس يبقى واي شرطة هتساوي واحد. يعني مثال، لو واي عندي بتساوي 5 اكس يبقى واي شرطة هتديني 5. احنا بناخد معامل الاكس. طيب القاعدة اللي بعد كده قاعدة الجذر التربيعي، بيقول لك واي بتساوي جذر اكس يبقى واي شرطة هتساوي 1/2 جذر إكس. ده تفاضل محفوظ. 1/2 في الجذر نفسه. 1/2 في الجذر نفسه. طيب قاعدة اللوج، واي بتساوي لن واي شرطة هتساوي 1/x. تفاضل ما بداخل اللوغاريتم مقسوم على ما بداخله. تاني، تفاضل اللوج تفاضل ما بداخل اللوغاريتم مقسوم على ما بداخله. تفاضل ما بداخل اللوغاريتم تفاضل الاكس اللي لسه قايلينها فوق ايه بواحد اهي. تفاضل الاكس بالمعامل بتاع الاكس واحد على مقسوم على ما في داخل اللوغاريتم اللي هو اللي داخل اللوغاريتم اللي هو ايه الاكس، يبقى 1/x. طيب القاعده اللي بعدها قاعده الداله الاسيه، بيقول لك y بتساوي e اس x يبقى y شرطة هتساوي e برضو اس x. دالة الاي تفاضلها بينزل زي ما هو بالظبط. طيب تفاضل الدوال المثلثية، عندك الساين x تفاضلها كوزاين، والكوزاين x تفاضلها سالب ساين x، والتان تفاضلها سك أس 2 ضرب دالتين. ضرب دالتين بيقول لك y تساوي u في p. مشتقتها بقى تساوي ايه؟ y شرطة بتاعتها هتساوي ايه؟ الدالة الأولى في مشتقة الثانية زائد الدالة الثانية في مشتقة الأولى. تمام كده زي الفل. طيب تفاضل بسط ومقام، لما نيجي نتفاضل بسط ومقام زي بيقول لك y بتساوي u على v. هنفاضلها ازاي؟ احنا بنغني اغنيه شهيره بتقول لك ايه؟ المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع. يعني مشتقة الشكل ده الدالة الكسرية دي هتبقى ايه؟ واي شرطة هتساوي المقام في تفاضل البسط ناقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربيع. القوانين دي كلها تحفظ زي اسمك. في قوانين صغيرة جدا هناخدها بعدين، بس دول الأهم واللي هنستخدمهم في كل حاجة. طيب دلوقتي خلينا ناخد مثال سريع. يقول لك أوجد المشتقة الأولى ل y بتساوي لن x على جذر x. أول حاجة هنحدد اليو والفي وهنوجد مشتقات. تمام كده زي الفل. يبقى أول دالة بتاعتنا ال
اللي هي اليو، اللي هي هتساوي ايه؟ لن اكس. لما خدنا المثال قلنا واي بتساوي يو على في، يبقى مكان اليو ايه؟ بالظبط كده اللين، ومكان الفي الجذر الاكس. يبقى المشتقه الاولى بتاعتنا اللي هي اليو هتساوي لن، اللي هي مشتقتها بقى هتبقى ايه؟ اللي هي اليو شرطه بتاعتها هتساوي، احنا قلنا مشتقه الاكس واحد على اكس، مشتقه ما بداخل اللين على اللي جوه اللين، مشتقة ما بداخل اللين اللي هي الاكس على اللي جوه اللين اللي هي مشتقة ما بداخل الاكس، عفوا، اللي هو واحد على ما بداخل اللين اللي هو الاكس. يبقى الدالة الأولى بتاعتنا اللي هي اليو جبناها بواحد على اكس. الدالة الثانية اللي هي البوتوم اللي هي الفي هتساوي، قلنا جذر اكس، مشتقتها الفي شرطة بتاعتها هتساوي واحد على، قلنا جذر اكس واحد على 2 جذر، بالظبط كده. ما تتخضش من شكل المسألة خالص، الموضوع بسيط، فككها وهات مشتقتها. بعدين هنعمل ايه؟ هنكتب القاعدة ونطبق عليها اللي احنا لسه مغنيينها دلوقتي، اللي هي واي شرطة بتساوي المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. هنبدأ بقى نعوض بقى. هنشوف عندك هنا، هنبدأ نعوض في القانون ده. عندك هنا ال V من غير المشتقة اللي هي بتساوي جذر اكس، هتحط بدل ال V دي جذر اكس مضروبة في مشتقة البسط دي يو، V مضروبة في مشتقة اليو، مشتقة اليو عندنا بواحد على اكس ناقص ال V ناقص اليو. هنكتب القانون ده تاني عشان شكله مش عاجبني، باين أوضح. يبقى عندنا هنا الأولى V والثانية يو شرط، واللي بعدها عندنا هنا يو، وهنا في شرطة على في. هناخد كل حاجة يا جماعة ونعوض مكانها. عندنا هنا أول حاجة الفي، هنجيب الفي العادية اللي هي مش مشتقة اللي هي بتساوي جذر اكس مضروبة في مشتقة اليو اللي هي واحد على اكس ناقص اليو اللي هي لين اكس في مشتقة الفي اللي هي واحد على 2 جذر اكس على الفي تربيع اللي هي جذر اكس الكل تربيع. بعد كده هنبدأ نبسط المسألة بتاعتنا. بعد هناخد البسط لوحده وهناخد المقام لوحده عشان المسألة ما تصعبش علينا، بعد ما هنعوض طبعا يا شباب، بس عشان دي الوقت بس. البسط بتاعنا هيبقى جذر اكس مضروب في واحد على اكس اللي هو هيبقى واحد على اكس، واحد على جذر اكس، عفوا، واحد على جذر اكس. طيب المقام بتاعنا هيبقى جذر اكس الكل تربيع، هيصبح، يبقى المعادلة بتاعتنا الواي شرطة هتساوي واحد على جذر اكس ناقص لن اكس على 2 جذر اكس على 2 جذر اكس، وكل ده على اكس. كده خلصنا المسألة. طيب بعد كده نخش على الدرس اللي بعده اللي هو ذا تشين رول، قاعدة السلسلة وتفاضل القوس. القاعدة بتاعتنا بتاعة السلسلة دي بنستخدمها لما بنلاقي دالة حامل في دالة تانية، يعني قوس كبير جوه دالة ومرفوع له أس من بره، أو دالة مثلثية زاويتها مش إكس عادية بس زاويتها دالة تانية زي ساين إكس تربيع زائد واحد. طيب القاعدة بتاعتنا بتقول هنشتق اللي بره الأول ونسيب اللي جوه زي ما هو وبعدين أضرب في مشتقة اللي جوه. هنفهم دلوقتي أكتر بالمثال. القاعدة بتاعتنا بتقول لك إيه؟ واي بتساوي الدالة الداخلية أس إن، مشتقتها هتساوي إن مضروبة في
الدالة الداخلية زي ما هي أس إن ناقص واحد مضروبة في مشتقة الدالة الداخلية. خلينا ناخد مثال. بيقول لك إيه؟ أوجد المشتقة الأولى لواي بتساوي 3 إكس تربيع زائد 5 أس 4. هنفاضل الجزء الخارجي الأول اللي هو الأس، وبعدين هنسيب اللي جوه زي ما هو، يبقى هتساوي المشتقة هتساوي 4 في 3 إكس تربيع زائد 5 أس 4 ناقص 1 اللي هي 3. احنا اشتقينا الأس بس وما اشتقيناش اللي جوه، تمام كده؟ طيب بعدين تاني خطوة هنوجد مشتقة الدالة الداخلية اللي هي هتساوي 3 إكس تربيع زائد 5. يبقى المشتقة بتاعت دي هتساوي 6 إكس زائد 0، يبقى هتساوي 6 إكس. بعدين هنضرب الحاجتين اللي احنا اشتقناهم في بعض، يبقى واي شرط هتساوي 4 مضروبة في 3 إكس تربيع زائد 5 في 3 مضروبة في 6. بعدين هنبسطها يبقى واي شرطة هتساوي 24 مضروبة في 3 إكس تربيع زائد 5 الكل أس 3. وبكده نكون خلصنا المسألة دي. طيب خلينا ناخد مثال في المثلثية. بيقول لك أوجد المشتقة الأولى لواي بتساوي كوزين إكس تكعيب. زي الفل. هنجيب أول حاجة مشتقة الدالة الخارجية الأول اللي هي كوزين، مشتقتها سالب ساين، وهنسيب الزاوية نفسها زي ما هي، الزاوية نفسها اللي هي إكس أس 3. يبقى المشتقة الخارجية هتساوي سالب ساين إكس أس 3. أنا اشتقيت اللي بره وسبت اللي جوه زي ما هو. بعدين هنشتق بقى اللي جوه اللي هي إكس أس 3. بنعمل إيه؟ بننزل الأس وبننقص من الأس واحد، هيبقى 3 إكس تربيع. بعد كده بنعمل إيه؟ بالظبط بنضربهم في بعض، يبقى واي شرطة بتساوي سالب ساين إكس أس 3 مضروبة في 3 إكس تربيع، يبقى هتساوي سالب 3 إكس تربيع ساين إكس أس 3. وبكده نكون خلصنا المسألة. طيب خلينا نخش على الدرس اللي بعده اللي هو التفاضل الضمني. عندنا هنا القاعدة بتقول لك أنت بتشتق عادي جدا بالقواعد القديمة اللي احنا خدناها في الأول، بس القاعدة عندنا هنا قاعدة ذهبية اللي هي إيه؟ كل لما تشتق حرف واي، كل لما تشتق حرف واي لازم تضرب الناتج بتاعه في واي شرطة، وبعدين تجمع كل الواي شرطة في طرف لوحده. طيب خلينا ناخد القانون بتاعنا. بيقول لك ايه؟ اول حاجة هنعملها هنفاضل الطرفين بالنسبة لإكس، وبعدين هتضرب في واي شرط لما تفاضل الواي. خلينا ناخد مثال نفهم. بيقول لك ايه؟ اوجد المشتقة الاولى للدالة الدائرية تربيع زائد واي تربيع بتساوي 25. أول حاجة هنشتق كل حد لوحده. هنشتق الإكس تربيع لوحدها. مشتقة الإكس تربيع هي 2 إكس. مشتقة الواي تربيع هي 2 واي. ومشتقة ال 25 هتساوي 0 لأن ده ثابت. بس في حاجة هنا يا شباب احنا نسيناها مهمة أوي، لسه قايلينها في القاعدة بتاع الدرس بتاعنا اللي هو إيه؟ كل لما هنفاضل واي هنضربها في واي شرط. احنا هنا عندنا في هنا تفاضل لواي، واي تربيع فاضلناها 2 واي، بس ناقص حاجة فيها اللي هي هنضربها في واي شرط عشان نحقق القانون بتاعنا اللي احنا قلناه في الأول. يبقى بعد كده هنكتب بقى شكل المعادلة الجديدة بعد ما اشتقينا. يبقى 2 اكس زائد 2 واي في واي شرطة هتساوي 0. بعدين هنخلي الواي شرطة لوحدها، يبقى 2 واي واي شرطة هتساوي سالب 2 اكس. بعدين هنقسم المعادلة على
2 واي، يبقى واي شرطة هتساوي سالب 2 اكس على 2 واي. إذا الواي شرطة هتساوي سالب اكس على واي. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. نخش على الدرس اللي بعده اللي هو التفاضل البارامتري. في الدرس ده احنا ما عندناش علاقة مباشرة بين الاكس والواي. هو بيجيب لك مسألة فيها معادلتين، الاكس بتعتمد على الزمن اللي هو تي، وده اللي هو الاكس بتعتمد على التي، والواي بتعتمد على برضو التي. والمطلوب ان احنا نجيب معدل تغير الواي بالنسبة لاكس، يعني واي شرطة او الدي واي على الدي اكس، الواي شرطة او دي واي على الدي اكس. ده المطلوب اللي احنا بنجيبه. طيب خلينا نخش في مثال عشان نفهم اكتر. عشان نجيب ال دي واي على ال دي اكس هنقول مشتقة الواي على مشتقة الاكس، يعني دي واي على دي تي لو قلنا بالنسبة للتي مقسومة على الدي اكس على الدي تي. ده شكل القانون بتاعنا بتاع الدرس ده. طيب خلينا ناخد مثال بيقول لك ايه، find دي واي على الدي تي عندما اكس بتساوي 3 تي تربيع زائد تي، والواي بتساوي تي تربيع زائد 1. المسألة شرحة نفسها، لقيت المشتقة بالنسبة للزمن. خلاص يبقى ده درس التفاضل البارامتري. أول حاجة هنعملها هنفاضل الواي بالنسبة لتي اللي هي دي واي على دي تي. يبقى الواي بتساوي تي تربيع زائد 1، اللي هي بقى هنجيب التفاضل بتاع اللي هي دي واي على دي تي هتساوي، هنفاضل التفاضل بتاعنا العادي تي تربيع، هننزل الأس ونقص من الأس 1 اللي هو 1 هيبقى 2 تي. تفاضل الواحد 0 يبقى هتساوي 2 تي. بعد كده هنجيب تفاضل الاكس بالنسبة للتي اللي هو دي اكس على دي تي هيساوي 6 تي زائد 1. بعدين هنطبق القانون بتاعنا اللي احنا قلناه، مشتقة الواي على مشتقة الاكس. مشتقة الواي عندنا طلعناها ب 2 تي على مشتقة الاكس اللي هي 6 تي زائد 1. يبقى مشتقة الواي 2 تي على 6 تي زائد 1. بس طبعا اكتب له القانون ما تكسلش. بس كده وكده المسألة بتاعتنا خلصت. نخش على الدرس اللي بعده اللي هو التفاضل اللوغاريتمي. احنا خدنا قبل كده ازاي نفاضل الاكس لو عليها رقم زي اكس تكعيب اللي هو بننزل الاس ونقص من اس 1. وبعدين اخدنا تفاضل ازاي الرقم لو عليه اكس زي 2 اكس اللي هي الدالة الأسية. طيب المشكلة بقى لو جاب لنا متغير أس متغير، يعني اكس أس، ساعتها هنعمل ايه؟ هنا كل القواعد القديمة بتاعتنا هتقف عجز. طيب ايه الحل؟ الحل اننا ناخد لوغاريتم طبيعي اللي هو لن للطرفين، عشان من خواص اللن انها بتضرب اي اس وتوقعه على السطر جنبها، وبعدين تتحول المسألة لحاصل ضرب دالتين وتفاضل ضمني عادي جدا. خلينا ناخد مثال. بيقول لك ايه، فايند اوجد المشتقة الاولى ل y بتساوي x اس x. كده الشرط بتاعنا اتحقق اللي هو ايه x اس x. دي مشكلة عندنا ما خدناش تفاضل المحور ده. اول حاجة هنعملها ناخد لين للطرفين. يبقى لين y هيساوي لين اس x. يبقى هتساوي هنفاضل اللين. يبقى لين y هتساوي x. مش هقعد اعيد بقى القواعد تانية يا شباب، تفاضل اللين ايه والكلام ده انتوا المفروض تكونوا عرفتوه يعني. x. بعدين هنشتق الطرفين، يعني كل طرف لوحده. اول حاجه هنشتق الطرف الشمال لوحده اللي هو لين y، هيبقى المشتقه بتاعته 1 على y في y شرط. ما تنسوش في المشتقه الضمنيه
قلنا لما نيجي نشتق الواي بنضربها في واي شرط. بعد كده بنعمل ايه؟ هناخد الطرف الايمن، والطرف الايمن شكله عبارة عن ايه؟ عن حاصل ضرب. يعني هنعمل ايه؟ هنقول له ان اليو بتساوي اكس، يبقى مشتقتها اليو شرطة هتساوي واحد، والفي هتساوي لن اكس، يبقى مشتقتها هتساوي واحد على اكس. يبقى مشتقة الطرف الأيمن هتكون اكس في واحد على اكس زائد لن اكس في واحد. ده التعويض بتاع القانون اللي هو كان شكله ايه بالظبط؟ يو في في واحد زائد في في يو شرط. دي المشتقة بتاع قانون حاصل ضرب دالتين، وعوضنا فيه وطلع معانا الشكل ده. بعدين هنجمع اللي طلع ونحل المسألة بالنسبة لواي شرط. يعني هنقول له واحد على واي في واي شرطة هتساوي واحد زائد لن. بعدين هنضرب الطرفين في واي شرطة عشان نخلي واي شرطة لوحدها. يبقى هنضرب في واي شرطة، يبقى واي شرطة هتساوي واي في واحد زائد لن اكس. بعدين هنستبدل الواي مع المعادلة بتاعتها في السؤال. يعني واي هتساوي اكس أس اكس، هنستبدلها هنقول واي شرطة هتساوي اكس أس اكس في واحد زائد لن اكس. وبكده نكون خلصنا المسألة الجميلة بتاعتنا. بعدين نخش على الدرس اللي بعده اللي هو تفاضل الدوال المثلثية العكسية. في عندنا ثلاث قوانين لازم يحفظوا زي اسمه. أول حاجة مشتقة ساين أس سالب واحد يو هتساوي سالب واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع، مضروب في إيه بقى؟ مضروب في يو شرط. طيب بعدين مشتقة كوزاين أس سالب واحد يو تساوي سالب واحد على جذر واحد ناقص يو تربيع، الكل مضروب في يو شرط. عفوا في الساين مفيش في البوست سالب. طيب في التان ساين تان سالب واحد يو تساوي واحد على مفيش جذر بقى واحد زائد يو مضروبة في يو شرط. القوانين دي طبعا تحفظ زي اسمك. خلينا دلوقتي ناخد مثال سريع. بيقول لك أوجد المشتقة الأولى ل y بتساوي ساين سالب واحد تلاتة إكس تربيع. أول حاجة هنحدد اليو اللي هي الزاوية وبعدين هنشتقها. يو اللي هي جوه هنا اللي هي الزاوية دي، يبقى يو هتساوي تلاتة إكس تربيع، يبقى يو شرطة هتساوي ستة إكس. بعدين هنعوض بالفورم بتاع الساين أس سالب واحد اللي هو اللي احنا لسه قايلينه من شوية. هنقول له واي شرطة هتساوي واحد على جذر واحد ناقص تلاتة إكس تربيع أس تربيع كله مضروب في ستة إكس. بعدين هنبسط التربيع اللي تحت الجذر اللي هو تلاتة إكس تربيع أس تربيع، هيبقى برضو شكله بعد ما نبسطه تسعة إكس أس أربعة. طيب بعدين هنضرب في ستة إكس في البسط عشان نبسطه أكتر. عايز تخلص المسألة على كده عادي شغال. يبقى واي شرطة هتساوي ستة إكس على جذر واحد ناقص تسعة إكس أس أربعة. وبكده نكون خلصنا المسألة بتاعتنا. خلينا نخش على اللي بعده، تفاضل الدوال الزائدية وعكسيتها.
احنا حفظنا ان تفاضل الكوزاين بيدينا ايه؟ سالب ساين. تمام كده. الدكاترة بقى حبايبنا بيستغلوا ده في الامتحان وبيجيبوا لك ايه؟ بيجيبوا لك الكوش. عندنا الدوال الزائدية اللي هي الكوش والساينش. الدوال دي طيبة جدا، مفيش فيها أي سالب في المشتقات بتاعتها الأساسية. عندنا تفاضل الساينش بيديك كوش، وتفاضل الكوش بيديك ايه؟ ساينش. لو قلنا مفيش سواد، يبقى عندنا القوانين بتاعتنا بتاعت مشتقات الدوال الزائدية لسه قايلين دلوقتي. ساينش تديني كوش اكس، والكوش اكس هتساوي ساينش، عفوا، والتانش اكس هتساوي سيش تربيع اكس. دي التلاتة دول مشتقات الدوال الزائدية. طيب، مشتقات الدوال الزائدية العكسية بقى، هنفترض إن اليو هي الدالة الداخلية. طيب يبقى ساينش أس سالب واحد يو هتساوي واحد على جذر يو تربيع زائد واحد في طاقة اليو. طيب الكوش تربيع، كوش أس سالب واحد عفوا، يو هتساوي واحد على جذر يو تربيع ناقص واحد مضروبة في اليو شرط. لاحظ هنا إن الفرق بين الساينش والكوش هي الإشارة اللي تحت الجذر. في الساينش موجب وفي الكوش سالب. خلينا ناخد مثال سريع. بيقول لك أوجد المشتقة الأولى ل y بتساوي كوش 5x تربيع. أول حاجة هنعملها إن إحنا هنجيب مشتقة الدالة الداخلية، عفوا الدالة الخارجية الأول والداخلية فاضلة. الدالة الخارجية اللي هي الأوتر فانكشن اللي هي بتساوي كوش هتبقى ساينش بالظبط بكل بساطة. وبعدين الدالة الخارجية هتبقى ساينش 5x تربيع. بعدين الدالة الداخلية اللي هي 5x تربيع هتبقى نزل الأس ونقص من الأس واحد، الاتنين في 5 10، يبقى الدالة الداخلية 10x. بعدين هنضرب الدالة الخارجية في الدالة الداخلية اللي هي بتساوي y شرط هتساوي 10x في ساينش 5x تربيع. وبكده نكون خلصنا المسألة الجميلة بتاعتنا بكل بساطة. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا باب التفاضل. إن شاء الله ما نكونش نسينا حاجة. هو باب بسيط عبارة عن مجرد قوانين بتعوض فيها تعويض مباشر، بتبسط المسائل أو بتحول شكل المسألة للقانون بتاعك. هي الفكرة إن أنت تحدد نوع الاشتقاق أو القانون اللي أنت المفروض تعوض فيه. بس إن شاء الله يكون باب خفيف ولطيف وموفقين بإذن الله.